السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم زي العسل. تعالى نعمل كده ايه البريوش بتاع شم النسيم. الحاجات بقى بتاعت شم النسيم الجميله ديت. معانا بقى المقادير بتاعتنا. تعالى بقى هنا انا معايا كوبايه لبن، بس اهم حاجه تكون مدفيه تمام كده. ومعايا هنا معلقتين كبار زبده، وهحط معلقتين كمان زيت. حطي معلقتين زيت عشان بدي هشاشه طراوه كده للعجينه حلوه قوي. ومعايا هنا 2 باكت فانيليا، ومعايا معلقه بيكنج باودر، معلقه واحده في الكيس، والكيس كان مفتوح يعني. ومعايا حبايتين من البيض، ومعايا نص كوبايه سكر ماشي. ومعايا هنا نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق متعدد الاغراض. هنزل عليه كده بحبه ملح على الدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا بقى بوله هنزل فيها كوبايه اللبن دافيه. حطيت كوبايه لبن دافي، وحطيت نص كوبايه ميه. هنزل كده بمعلقه ونص خميره ماشي. معلقه لبن بودره كده كده. انت حاطه لبن حليب، لو انت مش حابه تحطي لبن حليب ما تحطيش. وهنزل بالسكر بتاعي، وهنزل برضو بالباكيتين الفانيليا. هنا بقى البيض هعمله بقى ايه المكونات بتاعتها كلها كده ايه، ننزل بيها على اول بيضه اهيت نزلت بيها. هنزل هنا بالبياض بس، انا هاخد الصفار زي ما قلت لكم، هندهن بيه وش البريوش بتاعنا اهو. البياض اهو والصفار اهو، هحطه بقى في الطبق وهغطي عليه بكيسه عشان ما وش الصفار بتاعنا ما ينشفش. بقى سهل خالص وما بتاخدش اي وقت وجميله قوي. بصوا انا قلبتهم حلو كده. احنا عايزين بقى نعمل ايه عشان العجينه بتاعتنا تبقى حلوه قوي وهشه قوي. هنعمل خطوه حلوه قوي دلوقتي. انا حطيت هنا الخميره زي ما قلت لكم، وقلبت بقى المكونات كلها في بعضها. هنحط معلقتين خل. بصوا بقى تشوفي فوران كده دلوقتي، وهننزل بقى بايه بقى عشان يعمل معاكي الفوران. وهتنزلي بمعلقه بيكنج باودر. بصوا بقى الفوران مع الخميره مع البيكنج باودر مع الخل هيبقى محسن عجين تحفه تحفه تحفه. بصوا الفوران بصوا يعني انا اهو، بصوا بيفور ازاي كده. بقى احنا عملنا محسن خبز تحفه. العجينه بتاعتك هتبقى هشه وجميله، وغير كده كمان هتخمر معاكي بسرعه قوي. احنا هنا معانا بقى الدقيق وضايفه عليه الملح كده. احنا نزلنا بالمكونات بتاعتنا كلها. هنحط الزبده بس في الاخر. مثلا نحط برده معلقتين زيت، يعني قولي 3 معالق زيت. الزيت حلو قوي برده حطيه. بصوا الفوران، بصوا الخميره بتاعتنا بتفور ازاي. ننزل بقى بالدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي معاكي معلقتين دقيق كده جنبك، لو احتاجتي العجينه تلاقيها طريه معاكي انزلي كمان ايه بالمعلقتين دقيق تدريجيا، يعني واحده واحده. قلب بقى كده الدقيق بتاعنا عشان العجينه بتاعتك ممكن نوع الدقيق بيفرق من نوع لنوع يا جماعه. وممكن انت تنزلي بكوبايه واحده اللبن او كوبايه ميه دافيه لو انت ما عندكيش حليب. وبعد كده بنزلي بنص الكوبايه التانية واحده واحده. طبعا بقى هنا اهم حاجه العجين بقى نعجنها عجينه حلوه، ونعمل حساب اللي احنا لسه هنحط الزبده. متخليش العجينه معاكي ناشفه، تخليها طريه كده وحلوه. بصوا بقى عجنها عجينه حلوه وارجع لكم تاني. بصوا بقى عجنتها عجينه حلوه. اهم حاجه تقعدي تعجني فيها كده حبه حلوين بتاع 10 دقايق. فنعجنها بايدنا تاني عجينه حلوه برده. اول ما بتنزلي في الزبده تلاقي العجينه بقى بتاعتك قطعت خالص. هنبدا برده نلم فيها كده لغايه العجينه بقى تلم معانا وتبقى ايه ناعمه خالص وجميله. بصوا بقى العجينه بتاعتنا مع الزبده ملبن كده يا ولاد. بصوا بتلزق بطريه بس ما بتلزقش كده، وجميله جدا وناعمه كده وحلوه قوي. بصوا العجينه بتاعتنا السكر. بصوا اهم حاجه تبقى طريه معاكم كده وحلوه عشان يطلع معاك العجينه مظبوطه، ويطلع معاكم لما تسووا البريوش بتاعنا ما يبقاش مفتول كده ويبقى ناشف. اول ما يبرد تلاقيه ناشف. تيجي تاكلي كده تلاقيها ناشفه، لا تبقى طريه كده وهشه كده وجميله. بصوا انا زودت 4 معالق دقيق
او 5 معالق عشان الامان. الميه جت معايا زي ما انا قلت لكم، انا غلطت، انا حطيت نص كوبايه الميه. حط كوبايه اللبن بس، وبعد كده زودي معلقتين ميه، هتحتاجي معلقتين 2 ميه على نص كيلو، ده ياخد معاك كوبايه لبن مع السوائل اللي احنا حاطينها. طبعا احنا حاطين زيت وحاطين بيض وحاطين حاجات من دي، فانت زودي. حطي كوبايه واحده بس لبن او كوبايه ميه، ما تحطيش النص التاني ده الا في الاخر خالص لو احتاجتي. اهم حاجه نغطي وشها كده بكيس، وبعد كده ايه اسيبها بقى لما تخمر خالص. اهم حاجه نخمرها حلو، وبعد كده بقى نرجع مع بعض تاني. العجين بتاعنا بصوا كان وقع كده من البلاستيكايه، لميته كده خمر خالص ازاي. حبه عجين ريحتهم تحفه، تحفه تحفه تحفه. طبعا احنا مش عايزين ننزل الخميره يعني نقعد نقلب فيها كتير عشان ما تطلعش الخميره، مش عايزه اضيع الخمر بتاعها طبعا. بصوا بقى العجينه بتاعتنا زي ما قلت لكم، مش عايزه اضيع الخمر بتاعها، اقطعها كده زي ما قلت لكم. هي زادت بقى بتاع كيلو الا ربع دقيق، عشان انا زي ما قلت لكم زودت بتاع 5 معالق دقيق. تمام كده. طريقتها سهله خالص وجميله جدا. بصوا بقى اللي قطعيها الحجم اللي انت عايزاه. نغطيهم بقى، اهم حاجه نغطي العجينه كده بكيسه، ونسيب بس ديت اللي احنا هنشتغل بيها على طول. زي ما قلت لكم مش عايزه اخرج منها الهواء، الخمر يعني. ماشي اهي نعملها رفيعه خالص، ما تاخدش اي وقت بقى. في الوقت ده خلاص كده انت ايه بقت حاجتك كلها جاهزه، ما تاخدش اي وقت معاك. اهي العجينه تحفه 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 تحفه. بصوا دي بقى نعملها كده عشان ايه نحطها تحت دي كده. اهي معايا الصينيه ندهنها نقطه زيت، حاطه فيها نقطه زيت عشان لما نيجي نطلع بيها نطلع البريوش بتاعنا ما يلزقش فيه. طبعا هنلاقيها كبيره هنشيل منها حته كده. بصوا تبدأي كده من هنا من الاول كده، اهي تلفها كده نصها كده ولا ربعها حتى كده، وبعد كده اهي مش عارفه انتوا شايفيني، لا مش باينه في الحته الاخيره ديت. بصوا عشان لما تيجي تخمر وبتستوى الحته بتاعتها ما تقومش مفتوحه منها، وتسيبي في مسافه كده منها في الصينيه، تسيبي مسافه بينهم وبين بعض عشان ايه لما تخمر. رفعها كده على قد ما تقدري اهي. شوفي بنبطط الحته دي كده، كان نحطها تحتها كده. زي ما قلت لكم تقطعها كبيره، فانت تصغريها على قد ما انت عايزه. لو عايزه بقى تعملي الضفيره كده واحده والتانية نحطهم هنا كده، نعمل الضفيره التانية عشان الضفيره بيبقوا 3. لو انت عايزه تعملي اشكال يعني. هم يبقوا كلهم قد بعض. اهي طبعا اي زياده بشيلها كده. الضفيريات اهم حاجه تحطهم في بعض كده، بعد كده ايه ضفري بقى اهي كده كأنك بتضفري الضفيره لبنتك كده اهي. تبقى حلوه قوي برده الضفيره اهي. بس اوريها لكم
طبعا اي حته شكلها مش عاجبك بنشيلها اهي، تقوم شايله اي زوايد والعجين كله ما بيترماش. كل ده بنشتغل بيه تاني. الضفيره بتاعتنا تحفه. بصوا جميلها. بصوا الضفيره احطها في صينيه تانية اهي، ما تخليهاش، بصوا خليها رفيعه كده، ما تطخنهاش قوي عشان هي لسه بتخمر وبتستوي، وهي بتستوي برضو بتعلى شويه، فعشان يبقى شكل الضفيره معاكي مش كبير قوي، شكلها حلو اهي. هنعمل كمان واحده الزوايد دي كلها. بصوا بلمها وهعملها برضو تقطيع تاني. رفعيها معاكي خالص، الضفيره بالذات رفعها معاكي خالص زي ما قلتلك عشان تطلع معاكي حلوه، وما تبقى ايه، ما تستوى كده وتخمر ما تبقاش معاكي ايه، ما تبقاش شكلها مش حلو، تبقى كبيره قوي كده ومش شكلها مش حلو. تفهمني اهي. نلزق التلاته في بعض كده اهي، وهنجيب دي كده ماشي، بعدين نجيب دي كده كأنك بتضفري شعر بنتك كده اهي. اهي سهله خالص وما بتاخدش اي وقت، وجميله جدا، بقى شكلها حلو قوي برضو. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. حتتي شكلها كده مش عاجبني بقوم شايلاها اهي. كل ما تخليها طويله كل ما عدد اللفات بتبقى كتير كده وبتبقى حلو، بقى شكلها حلو يعني. وانت بتقفلي كده ما تزريش جامد عشان ايه لما تخمر ما تقبش من هنا كده، تقوم طالعه لفوق كده. فاهميني كده اهي. نطبق. بصوا نعمل الحته دي كده عشان لما نشيلها اهي، عشان ايه نقوم حاطينها تحتها كده اهي. خلصوا بقى كلهم كده، تعالوا اوريهم لكم. بصوا كده اول صينيه دي اول صينيه شكلناها، ودي الضفاير او الضفيره تحفه. الضفيره دي تحفه تحفه تحفه. بصوا جمالها. وعملنا صينيه كمان بسم الله ما شاء الله، عملوا كميه حلوه معانا. 3 صواني حلوين قوي. سيبهم بقى يخمروا، ريحهم نص ساعه، وبعد كده بقى ايه نرجع نولع الفرن ونسويهم. بس اهم حاجه نريحهم نص ساعه بعد التشكيل، لازم يرتاحوا نص ساعه الاول. بصوا كده بقى العجين بتاعنا خمر. بصوا هنا بقى معايا سكر. السكر الموجود عندك، لو حبيبات عن كده ماشي، الناعم ده ماشي، اللي موجود عندك. ده صفر البيض اللي كنا شايلينه، حطيت عليه معلقتين حليب او معلقتين لبن وكيس فانيليا وقلبتهم حلو مع بعض. وهندهن بقى ايه العجين بتاعنا، بس ايه بقى ندهن كده الشريك بتاعنا بس بالراحه عليه خالص واحنا بندهنه عشان ما نطلعش الخميره اللي فيه. لو مش حابه تدهني بصفار البيضه ممكن تدهني بمعلقتين لبن وتحط عليهم معلقه سكر وتدوبهم حلو، وبعد كده ايه تدهني بيهم الوش بتاع الشريك بتاعنا. بس كده بقى نحط بقى عليه سكر. السكر بقى ما تخافش لا بالكرمل ولا بيسود ولا اي حاجه، بس بيديله شكل حلو قوي. هو اصلا يعني ايه معروف اللي هو بتحط له سكر كده. تسميه بقى البريوش، تسميه الشريك، تسميه اي مسمى زي ما بيسموه، بس هو بقى حلو قوي قوي يعني. حاجه كده غنيه كده وحاجه مسكره وحاجه طعمها حلو قوي. دخلوه الفرن على درجه حراره، انا سخنته على درجه حراره 200، وبعد كده هوطي درجه الحراره على 180 لان الفرن بتاعي ناره عاليه قوي. لو انت النار بتاعه الفرن بتاعك مش عاليه قوي ممكن تدخليها على درجه حراره 200 زي ما هو. ما بتدخلش على نار هاديه عشان ما ياخدش وقت في الفرن. لو خد معاكي وقت في الفرن طول قوي في الفرن على نار هاديه هتلاقي الشريك بتاعك ناشف كده ومش حلو. تمام كده ادخله بقى الفرن ونرجع بقى مع بعض تاني نشوفه. بصوا كده بقى ايه خلصنا. بصوا الجمال البورياش او الشريك. بصوا تحفه. حبه كده ايه شريك تحفه تحفه تحفه، حلوه او هشه كده وطميه خالص وحاجه كده جميله. ايه رايكم في الجمال ده؟ جربوه ان شاء الله يعجبكم. بصوا تعالوا كده بقى ايه نفتح كده. بصوا التورقه بتاعتها
تحفه 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 اهي. قد ايه قطنيه، حاجه كده عسل. طريقه العجينه حلوه، وممكن العجينه تنفع لاي حاجه تانية، لاي تعملي بقى اي حاجه تانية. ممكن تعملي بقى خليه نحل، ممكن تعملي بها حاجات كتير حلوه، او تحشيها جبنه وتحشيها شوكولاته. حلوه قوي العجينه، وهشه كده وطريه وقطنيه خالص وجميله قوي. دي بقى الضفيره. ضفيره حلوه قوي بصراحه، تحفه تحفه تحفه. بصوا قطنيه كده وحاجه كده عسل. بصوا حاجه كده سكر سكر سكر، من العجينه الحلوه قوي قوي، اللي تحبي حتى تشتغلي بيها كده تلاقيها حلوه قوي، وتحبي انك تشتغلي بيها. بصي تحفه. جربوا طريقه البريوش ديت اهي، حلوه قوي. هو ليه كذا اسم خلي بالكم، فجربوه حلو هيعجبكم ان شاء الله. لو وصلت لغايه هنا يا ريت تحط لايك وتشترك في القناه وتفعلي زر الجرس بسبب كل جديد. احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.